نقص علي الأكل. طبعا يعني أنا أكلت ثعبانين. لا إله إلا الله. إيه نعم. جوع. أي شيء تبغى. نعم. طبعا الثعبان لما تمسكه أساسا تضع من منطقة رأس الثعبان يعني 3 أصابع أو 4 أصابع كذا من بعد راسه وتقص. يعلمونكم هذه؟ اي نعم. ومن ذيل الثعبان او ذنب الثعبان من الخلف ايضا تقصوا 4 أصابع. وبعدين في حبل سري في النص كذا اسود يجي فيه سمومه وكذا تشيله يبقى لحم ويصبح لحم عادي يعني. ايضا زياده امان حنا كنا نشيل اللحم اللي داخل ايضا نبقي الملتف حول الجلد. نعم. في الداخل هذا تشويه وتضبطه وتاكله ولا احلى. فيصير انه نعمل مثل هذا ووارد جدا ان تاكل ثعبان في الصاعقه يعني كتدريب يعني. وحقيقة انه لو حصلنا غير الثعبان اكلناه بس ما حصلنا الا هذا يعني لا. الجوع فعلا يعني مصيبة. فانضغطت في الوجبات. جاء مدرب وكانه زعل علي كذا وحرمني من الافطار. وجاء مدرب وقت الغداء ما انجزت بشكل كويس فحرمني الغداء. فلا أفطرت ولا تغديت والآن يعني داخلين قبل المغرب كذا ولازم تحفر خندق وتظلل الخندق والخندق هذا تنزل فيها أنت وتعمل عليه شبكة. تظلل الخندق هذا وتعمل عليه شبكة وكذا. لازم أنك تحفر الخندق هذا وتظلله وتعمل عليه شبكة وكذا شبك بحيث أنه ما حد يتعرف على الموقع. وكانوا جنبنا من لطف الله سبحانه وتعالى أبناء البادية وأصبحوا عارفين طلبة الصاعقة يعني. لكن احنا ما نقدر نوصل لهم للمدربين يراقبون. أي نعم. فنخشى لو مسكك المدرب تفصل من الدورة. ما في لعب يعني. وضع خطير. هنا فجيت أنا وأبغى أحفر خندق. طبعا تقريبا متر في متر كذا وتنزل تحت ونص متر أو متر وتعمل التضليل. فحفرت أول ربع متر فمشى معي كويس. بعدها جاتني صفات أو حجر أو شيء ما فحطيته بالعرض كذا بدل ما يكون نازل وخليت طوله تقريبا مترين أو كذا. استغليت الفهلوة في الأمر. جاني مدرب. طبعا المدرب من يوم يجيك هناك وهو زعلان وتنرفز وكذا وما يبغى يمزح حتى لو هو يعرف انك مزاح وكذا. ليش؟ لانه عمل يبغى يقيم ويسجل ويمشي. صحيح. لما جاء عندي يا وحش يا صاعقة ايش هذا ايش؟ قلت حار مني فطور حار مني غدا وانت الان تحرمني عشاء. فقلت يا ابن الحلال احفر قبرك وخلكم تدفنوني هنا ومع السلامة. المدرب يبغى يمسك نفسه ما استطاع وما يبغى يضحك قدامي. فراح تركني واتجه للسيارة أنا أشوفه يمسك بطنه ويضحك وكذا. رجع لي بعد شوي كذا يا وحش يا صاعقة كذا. ما قدر أيضا يعني. قلت والله أنا حافر القبر هنا وترى الوصية أنا بكتبها الآن بس أبغى أشوف إيش عندك وأنا بسجله. قال تدري؟ قلت نعم. قال تستاهل. أعطاني نص خبزة. هذا وانت تستاهل. نص رغيف هذا إكرامي. زملائي ما حد أخذ شيء. أنا كنت مميز في إني استطعت أن أقنع المدرب أو يعني نوعا ما أن أكسبه أو أكسب تعاطفه معي. فأكرمني بهذا. يعني المفروض ما يعطيني. يعني أنت قد تستغل بعض المواقف صدقت. لحاجتك